ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. تخيل انك تمتلك بلد كاملة وبعدين في يوم واحد تبقى محتاج تذكرة علشان تدخل بيتك. تخيل ان ملايين البشر كانوا بيسجدوا لك وبعد سنين قليلة تقف في طابور زيك زي اي حد. ده مش قصة عادية ولا خيال ولا أسطورة قديمة. دي حكاية آخر إمبراطور في الصين. الراجل اللي اتولد إله وعاش سجين ومات مواطن عادي جدا زيه زي أي حد. القصة دي مش عن الصين بس، دي عن السلطة لما تتحول لوهم، وعن الإنسان لما يفتكر نفسه أكبر من الزمن. خليك معايا للآخر علشان النهاية هتوجعك أكتر من البداية. تخيل معايا طفل عنده سنتين لسه بيعرف ينطق، لسه بيعيط على أمه، يتشد من حضن أمه ويتحط فجأة على أكبر عرش عرفه التاريخ. في عام 1908 داخل المدينة المحرمة في بكين طفل صغير اسمه أيسن ديور باوي بيتنصب امبراطور على الصين كلها. آلاف البشر ساجدين جبينهم في الأرض له، وهو قاعد على كرسي أضخم من جسمه بيرتجف وبيعيط. الطفل بقى فجأة ابن السماء، سيد مئات الملايين من غير ما يفهم يعني ايه سماء ولا يعني ايه سلطة. الامبراطورة العجوزة تايسي شي كانت بتموت ورهنت عليه كآخر محاولة لإنقاذ سلالة تشينغ اللي كانت بتنهار. لكن التاريخ ما بيرحمش ولا بيسمع عياط أطفال. بعد 4 سنين بس من الموضوع ده، 1912 قامت ثورة شينهي تقلب الصين كلها. السلالة الإمبراطورية تسقط والجمهورية الجديدة تقوم، وبوي الإمبراطور الطفل يفقد العرش. لكن الغريب هنا والمجنون انهم ما طردوهوش، قالوا خليك امبراطور بس من غير سلطة، خليك في المدينة المحرمة بس ممنوع تطلع بره السور ده. وهنا تبدأ واحدة من أغرب المأساة في تاريخ البشرية. طفل بيكبر وهو فاكر نفسه إله، وفي نفس الوقت سجين جوا أسوار كبيرة، خدام بالآلاف وأكل فاخر وركوع وسجود له، طقوس عبادة كاملة، وبره السور عالم بيتغير وسيارات وطيارات ومصانع وحروب وجمهوريات. وقرن جديد بيجري. كان ملك على مملكة من الوهم، اتعلم انجليزي وحلم يركب عجلة او دراجة نارية. قص ضفيرته اللي بترمز للماضي، وكان فاكر ان العالم كله السور اللي هو موجود فيه ده، وان لو خرج منه الدنيا هتخلص. وفي عام 1924 الدنيا خلصت فعلا. أمير حرب صيني دخل القصر وطرده من غير مراسم، من غير وداع. الإمبراطور السابق بقى لاجئ تايه ملوش مكان. هنا اليابانيين دخلوا على الخط. الاستخبارات اليابانية شافت طموحه المكسورة وقررت تستخدمه. قالوا له هنرجعك امبراطور بس مش على الصين، على منشوريا. وابوه
ووافق لأنه كان متعلق بالعرش أكتر من أي حاجة، حتى من كرامته. عام 1932 بقى إمبراطور منشوكو اسم كبير جدا ومنصب فاضي، كان دايما يوقع على اللي بيتكتب له وساكت على اللي بيحصل، جرائم ومذابح واحتلال، وهو محبوس في قصر محاط بجواسيس، خايف حتى من خدامه. مراته غرقت في الافيون وهو غرق في العزلة. امبراطور بس ما يقدرش يقرر حتى يعيش ازاي. 1945 اليابان اتهزمت وبويو يحاول يهرب، لكن السوفييت يقبضوا عليه في المطار من القصور لسجون سيبيريا، ومن العرش لزنزانته. قعد 5 سنين ما نجا من الإعدام غير لما شهد ضد اليابانيين في محاكمة طوكيو، وبعدين اتسلم للصين الشيوعية. الكلام ما توقفش، الكل كان متوقع إعدام إمبراطور سابق خاين أداء احتلال، لكن موتسي كونغ كان عنده فكرة أخطر من الإعدام. كان عايز يكسره ويعيد تصنيعه مرة أخرى. اتحط في معسكر أعاد تأهيله، وهنا لأول مرة في حياته اتعلم ازاي يربط الجزمة بتاعته، واتعلم ازاي يغسل هدومه، وازاي ينظف زنزانته. الامبراطور اللي كان بيخدمه المئات من البشر والالاف اللي كانوا بيسجدوا له، بقى مواطن. رقم كتاب اعترافات، شتم ماضيه، واتعلم ان العرش كان كذبة كبيرة جدا، وان ابن السماء ما كانش غير انسان ضعيف مستخدم. بعد 10 سنين خرج بعفو ورجع بكين، بس مش للقصر والخدم، لشقة صغيرة. اشتغل بستاني وركب اتوبيس يمشي وسط ناس كانت بتسجد له زمان، واتجوز ممرضة بسيطة جدا. وفي آخر أيامه دخل المدينة المحرمة بس كسائح، ووقف في الطابور زيه زي أي حد عادي، دفع تذكرة ودخل القصر اللي كان يملكه كله، ووقف قدام العرش وقال بهدوء موجع: كنت أقعد هنا وكنت فاكر إن العالم بينتهي عند السور ده. وفي 1967 مات بويو آخر إمبراطور في الصين. قصة إنسانية بدأت حياة إله وانتهت بمواطن امتلك كل شيء وخسر كل شيء. وعلمنا درس واحد مهم وقاسي، علمنا إن السلطة وهم، والتاريخ دايما بيفضل من يظن نفسه خالد. لو القصة دي لمستك، لو خليتك تفتكر أو حسستك إن التاريخ مش بعيد عننا زي ما احنا فاكرين، ادعم القناة باشتراك وسيب لنا تعليق، وشير الفيديو مع اللي يهمه يفهم قبل ما يصدق. دعمك هو اللي بيخلي الحكاية دي تكمل وتوصل لناس أكتر. نشوفكم في حلقة جديدة من قلب التاريخ أو من الواقع اللي احنا عايشينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.